السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في أحوال طيبة. مرحبا بكم في قناة عالم مريم للطبخ والتجميل. الفيديو ديال اليوم غنصايبوا الحلوى ديال العيد. عندي كيلو تاع اللوز، خرجت منه جوج بلاطويات بهاد الاشكال اللي كتشوفوا. بريستيج جاو غزالين. بالنسبه للكعب غزال والحليبات الاخرين اللي معاه، اللوز كنطحنوا الطحنه الاولى بلا سكر، الطحنه الثانيه راني ضفت ليه السكر على حسب اللوز، على حسب غتزيدي السكر. بحال بالنسبه لي انا هنايا راه ضفت قل من ربعة، يعني 200 غرام. هنايا الزبده نقدر نقول لكم 150 غرام. انا ما عبرتش ولكن عيني ميزاني، لكن هي 150 غرام. صافي كنرمل الزبده بالفورس بالدقيق الابيض. من بعد ما كنرملها كامله تكلبس الزبده في الطحين عاد باش كنعجن. بطبيعه الحال درت قريصه الملحه. صافي هاد العجينه كنعجنوها مزيان ونخليوها ترتاح، وكتبغي شويه دليك ضروري ندلكوها. هانتوما كيف كتشوفوا كتبغي دليك بزاف، خصوصا اننا كنتعاملوا مع الفورس. وكنا كنعرفوا بان الفورس الخدمه ديالو شويه صعيبه، ضروري ندلكوه. عاود ترديتو للبول وغادي نغطيه بالبلاستيك الغذائي ونخليه يرتاح. صافي من بعد كندوز لداك اللوز اللي طحنته الطحنه الثانيه بالسكر، ونضيف ليه تا هو ملعقه كبيره ديال الزبده اولا ملعقه ونصف، وملعقه ديال العسل وما زهر. الا كنتو بغيتو ديروا على حسب اللي كيبغيه، كاين اللي ما كيبغيش. بيضه غير الصفار ديالها، البيض لا. البيض غنخليوه باش نبقاو نخدموا به. هانتوما غتشوفوا هنايا ضفت ملعقه ديال مزهر. هانتوما شوفوا كيفاش خصنا نحصلوا على عجينه ديال اللوز بحال هكا، تكون بحال هكا، خصها تكون طيعه ولينه باش تنخدموا بها. من بعد كندوزو نشكلوا كويرات هذيك العجينه اللي عجنا، وكنعاونوا بهاد آلة التوريق اللي عنده، اللي ما عندوش راه كيخدم بالمدلك. وهكا كنبداو نصايبوا نشكلوا الكعب غزال ديالنا. كعب غزال غني عن التعريف، ومن الأكلات المغربية العريقة، كيديروها الناس في الأفراح، المناسبات، الأعياد، وسهل بزاف. إلا تبعتي الطريقة ديالي كيجي لذيذ وهشيش. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديالي، وإلا عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك وبالاشتراك، وشكرا لكم. هكا كنستمر حتى كنكمل شحال تاع كعب غزال بغيت، ونعاود ننوع. هنا بحال دابا هنا غادي نبدل الشكل، غادي نصايبهم بحال هكا، نحاولوا نصايبوهم هكا. صافي غادي نصاوبهم بحال هكايا، وغادي هانتوما كيف كتشوفوا كنقشوهم بهذاك المنقاش باش كنخدموا كيخدموا الحلويات كيعرفوه. الا ما بغيتيش تنقشيه تقدري ما تنقشيش. صافي ندوزو للشكل الثالث. من بعد ما كنقشوه كنغطسوه في ابيض البيض وفي شويه الزنجلان باش كيعطينا هذاك الشكل. صافي ونعاودو نصايب واحد الشكل اخر تيقولوا ليه ديال المخ، حتى هو كنديروا كويرات تاع اللوز، وكنسرحوا العجينه ديالنا وكنشكلوا بحال هكا كيف كتشوفوا. وغادي تاخذ هذاك المنكاش باش ما عرفتش كيقولوا ليه كيقرصوا به، هذا كنزوقوا به. صافي
صافي كندوزو نديرو هاد العقيقات. خدي اللي كيعجبك، اللون اللي كيعجبك ديريه. خدينا هنا حنا ارجونتي. هنايا الشكل الرابع كنقطعوه بديك القطعه بحال هكا، وكنحاولوا نصايبوا حريبلات. هذا كنقولوا ليه المسوس، معروف حتى هو. صافي هكا كنستمروا حتى كنكملوا الشكيلات كاملين، وكنتقبوهم بشي فنيته ولا شي بره اللي تكون جديده، اولا نحرقوها فوق العافيه وكندخلوهم الفران. صافي كنحاولوا نشكلوهم بحال هكا، بحال شكل الكورني رقيق من التحت ومن الفوق اللي غليظ. وكان الفم ديالها كنديروه في البيض البيض ونعاودوه في الزنجلان. هانتوما كيف كتشوفوا. هانتوما كيف كتلاحظوا كنحاولوا نرقوا ليه الراس من التحت والفوق يبقى غليظ شويه. صافي وكنزوقوه كنتمنى الطريقه تكون مفهومه. ها هما الشكيلات من بعد ما طابوا كيجيو غزالين ولذاذ. هكا كنحصلوا على بلاطو ديال حلوه اللوز للعيد والمناسبات. هنا البلاطو الثاني هذا ما كيطيبش في الفران ما والو. هذه هنا كنخدموا بعجينه اللوز اللي كتباع عند العطار. هذه فخازه هانتوما كيف كتشوفوا كنوريها لكم. كتشكلي به هذا اللي بغيتي، تقدري انت تبدعي تصاوبي اللي بغيتي. هنا خديت لا بات داموند وربعه ديال اللوز. تقدري ديري ربعه ديال اللوز. هنا حس بالعبار هذه بحال دابا انا خديت هنا 100 غرام ديال لا بات داموند مع 100 غرام ديال اللوز. نخدم بهم تنشوف قداش وصلت. تا هو اللوز خصو يكون مطحون مزيان، ومن بعد كنبدا نقادو مع لا بات داموند ونصايب به هذوك الشكيلات. من بعد ما كندير ليه الالوان اللي بغيتي على حسب الذوق ديالك انتي وعلى حسب شنو كيبان ليك. تبعي معايا الفيديو غتشوفي كيفاش صاوبت انايا بعدا التشكيلات. صافي العجينه خصها تكون هكا كتلصق لينا. الا بانت لك كتلق الزيت كتضيفي ليها شويه ديال المزهر باش ابسوربي ديك الزيت ما كيخليهاش. صافي من بعدها راه غادي نصاوبوا الشكيلات. انتم تبعوا معايا. من بعد شتو انا كنوريكم بان كتلق الزيت. هاد عجينه اللوز طلقت لي الزيت كنضيف ليها ماء زهر هكاك باش تقاد ليا. هانتوما كتشوفوا قد هذه العجينه اللوز يعني لا بات داموند. هذه كتباع عند العطار واجده. ربعه الا خديتيها راه كتخرج لك مع ربعه ديال اللوز راه كتخرج لك بحال هكاك البلاطو. دابا غنحاول نقسمهم كل شكل غنديرو بواحد العبار، يعني بحال خديت ديك رابعه ونقسمها. فوالا صافي باش نبدا ندير الالوان. ملي كتقسمي كتبداي ديري كل عبار كديري ليه لون. هنا مثلا انا غادي نخدم بالاحمر، يعني غندير ليه الملون احمر.
هنا غادي نخدموا غنصوب بالاخضر. هادو ملونات طبيعيه تناخذوها بطبيعه الحال من عند العطار اولا المحل ديال الحلويات اللي كيبيع المواد ديال الحلويات. صافي هكا كنبقاو حتى كنحصلوا على اللون اخضر. بقاي تضيفيه في الخضر حتى كتحصلي على الاخضر بطبيعه الحال. وواحد ديال العجينه غنخليوها في اللون ديالها تكون هكاك بيضاء، وغنصايب حريبلات صغار ندورهم في سنيده، 3 الحريبلات كل واحد في لون، ندورهم في سنيده. صافي من بعد كنحاول نلقيهم مع بعضياتهم ونصايب بهم هاد الشكل اللي غتشوفوا دابا معايا بالقرقعه من الفوق. تبعوا معايا من بعد ما كنحربلهم في سنيده هكا كنقطعهم يكونوا قياس واحد. صافي وكندير لهم كنحاول نسويهم بصباعي بحال هكا وكندير لهم القرقعه من الفوق. شوفوا كيفاش كيوليو ساهل، ماشي شي حاجه صعيبه. صافي بنفس هذاك باش صوبنا الكعب غزال وداك الشيء غادي نصايبوا ليهم حتى هو نقشوه بحال هكا من الجناب، نقشي اولا ما تنقشيش، المهم على حسب شنو بان لك. صافي وغنديروا في الكبيرطات بحال هكا، نضيف ليه واحد المغصو ديال القرقاع من الفوق. صافي هكا كنستمر حتى كنكمل هذا الشكل كله، ومن بعد غندوزو للشكل الثاني. الفريزه راه كنشكلوها، وهنا بغيت نوريكم كيفاش صايبت ليها الوريده ديالها. نطبعوها بحال هكا بواحد المطيبه. ضروري كيكون عندك ادوات باش كتساعدي راسك تصاوبي الشكل وتطلعيه هو هذاك. صافي هذا الشكل الثالث غنصايبو حتى هو واحد الحريبيل بالاحمر، اولا درت انا الغوز هنا. بغيت نبدل اللون درت الغوز. صافي وكنزوقوهم بحال هكا غير بالموس. صافي كنتمنى الطريقه تكون مفهومه. هذه تاني غنصايب وحده بالابيض، ما ندير لا كولورون لا والو. هانتوما غتشوفوا خديت انا هاد المطيبه بحال هكا وغادي نطراسيها. كيبقاو الاشكال كتقدري ديري اللي كيبان لك زوين نتيا تقدري ديريه. صافي هكا حصلت على هذا الشكل ديال هذا البلاطو بريستيج، جا زوين. عيدكم مبارك سعيد. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديالي.